في لحظات الانكسار عندما يعجز الكلام وتضيق النفس لا يبقى لنا سوى طريق واحد، طريق لا يغلق ولا يحتاج لموعد، إنه طريق الدعاء. الدعاء هو الباب الذي لا يغلق والنداء الذي لا يرد. حين تضيق بك الدنيا وتكثر عليك الهموم لا تطرق الأبواب المغلقة، ارفع يدك إلى السماء فهناك رب لا يرد سائلا. قد لا ترى الإجابة فورا، لكن قلبك سيهدأ وروحك ستطمئن، لأنك كلمت من بيده كل شيء. الدعاء هو الأمل حين ينقطع الأمل، والنور حين يطول الظلام. فلا تتوقف عن الدعاء، ففي الغيب ما يسر قلبك. لا تيأس إن تأخرت الإجابة، فربك أرحم بك من نفسك. وما بين الدعاء وتحقيقه حكمة من الله وطمأنينة تسكن قلبك. فقط ادعو واثقا بأنه يسمعك ويحبك لن يخذلك.